في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن يوسف منصور وناس كتير جدا هاجمتني. انا ما كنتش اقصد خالص ان انا اقلل منه. الحلقة دي حاول كده ترضى وتصفى وسامحني وتبسم يا سيدي. الحلو والنبي تبسم للنبي، للنبي تبسم. انزل لي يا ابني بالتتر. في الحلقة دي بقى احنا هنتكلم عن شبيه يوسف منصور، ولكن مش في مصر بقى، في هوليوود. هنتكلم عن شخص هو مش بيعرف يمثل خالص، ولا حتى بيحاول يغير شخصيته من فيلم للتاني ولا اي حاجة. ما بيعملش حاجة غير انه بيلعب فنون قتال. انت هتزعل تاني؟ لا بقى، ما خلاص بقى يعني، تبسم قلنا. الحلو النبي تبسم للنبي والنبي تبسم. الشخص ده ملامحه كده من شكله تحس ان هو شبه حد تعرفه، يعني تحس مثلا شبه ابوك اللي لما تروح المدرسة تعمل مشكلة يروح لك ويضرب العيال اللي ضربتك ويضرب اهلهم كمان، فاهم؟ او ممكن مثلا تحس ان هو صاحبك اللي في اي خناقة يسد معاك عشان انت مثلا ظهرك وجعك. او ممكن مثلا تحس ان هو الشخص اللي بيجيب لك حقك من العيال اللي هم بيلعبوا كورة في الشارع، العيال السيس دول، فهو يجيب لك حقك منهم. لازم تحس شبه حد تعرفه، ملامحه مش أجنبي، شعره مش أصفر، قصدي يعني عينيه مش زرقاء، أو فاهمين قصدي؟ No, I just, I'm not an actor really. I'm not really. انت عارف يعني ايه تعمل فيلم ورا فيلم ورا فيلم وانت بنفس الشخصية بنفس الاداء، مش بتغير اي حاجة، تحس ان هو ده هو ده هو ده، من طريقة تطلع بنفس الاسم يا جدع. الغريب ان ده مش بيأثر بالسلب، بالعكس بيأثر بالايجاب. فيلم ورا فيلم نفس الحضور ونفس الكاريزما ونفس النجاح، مش بيحاول يعمل ادوار مش مناسبة ليه، بالعكس كل ما بيكبر بالسن كل ما يختار ادوار مناسبة ليه اكتر. يعني حاليا عنده 60 سنة ومش بيحاول يعمل اي حاجة مش في مجاله. مش هتلاقيه مثلا بيعمل ادوار درامية عميقة عشان ياخد بها الاوسكار، ولا ان هو ينافس توم كروز في مشاهد الحركة، ولا ينافس ديكابريو في جماله ووسامته. لا، هو زي ما هو بنفس كل حاجة، عارف اخره فين. وده صعب انك تلاقي حد يحافظ على النجاح ده برغم ان هو ممل ومش عنده اي حاجة جديدة يقدمها. وده عكس اللي حصل مع يوسف منصور. هنزعل تاني بقى الحلو النبي تبسم للنبي تبسم. هو بس كل اللي بيعمله ان هو بيختار الادوار المناسبة ليه. هو عارف ان هو ما عندهوش امكانيات عالية اصلا. A lot of the characters I play are, pretty similar in some ways. I get a lot of the physical roles because I can do all that. So there's an authenticity with that. ما حاولش يقلد حد برغم ان هو احسن بطل بالنسبة له هو بروسلي، ولكن عمره ما حاول يقلد بروسلي. The most influential one for me, I would say, is Bruce Lee. For me, he was the ultimate of what I call action movies. I just thought he had a physical expression that no one else has been able to get close to. الراجل ده كان بيشتغل بياع في الشارع، فعشان كده اول دور ليه كانوا محتاجين حد من الشارع كده يبان فهلوي. Did you ever think that you would be able to use those skills professionally, especially in acting? Well, no, because I used to work on street corners selling jewelry. Okay. I was a So that's a true story. That is a true story. Since I left school when I was 15, that was all I ever did, and right up until the point that I became an actor, which was a joke to me because I had no intentions of becoming an actor. And I met Guy Ritchie, and he was very interested in me being in his film, which was Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Of course. And I didn't really have a lot of acting to do. It was more of a play yourself kind. ومن هنا بيبدأ بقى يظهر في أفلام تانية مشاهد بسيطة لحد ما بيبدأ يظهر مع جيت لي في فيلم ذا وان. أنا حابب الفيلم ده وحابب التعاون ما بين هو وجيت لي. يعني بص، في الفيلم ده هو كان دوره صغير الحقيقة. تاني مشاركة ليه مع جيت لي بيعمل دور أكبر وبيقاتل جيت لي. تالت مشاركة ليه بيبدأ يتشاكل هو وجيت لي ظهرهم في ظهر بعض، فبيبدأ يكبر مع السنين. لا، هو وصل لدرجة ان هو عمل فيلم بطولة مع زاروك. انت عارف يعني وصل لفين؟ حتة حلوة جدا. زاروك ده ما جيش جنب العضلة بتاعته اصلا. وسيبنا نتكلم عن التحفة الفنية اكسبندابلز. عارف يعني اسمك يكون جنب ستيفن سيجال، سيلفستر ستالون، فان دام، بويكا، جيت لي ونجوم تانيين كبار جدا. والمعركة بتاعته هو الصراحة وسكوت اتكنز معركة ولا اروع، ما فيهاش شقلبة، ما فيهاش ابهار، هي معركة واقعية وجميلة فعلا. في مصر ازاي ما كانوش عارفين يعملوا معركة زي دي؟ فكروني بلبلبة الشيطانة التي احبتني. لا بس لبلبة عسل والله، ما تزعلش مني يعني. الحلو والنبي
تبسم للنبي، للنبي تبسم. والله لحد دلوقتي ما شفتش الجزء الرابع، عايز اشوفه بس النت عاملها معايا. المهم انا في الحلقة دي كنت عايز اقول بس انك مش لازم تبقى ممثل جامد جدا، ولا انك تقلد اي حد، ولا ان يكون عندك شخصية معينة. انت ممكن تقلد نفس الشخصية وتبقى ناجح زي الممثل جيسون ستيثم. احفظ اسمه عشان عارفك اكيد مش عارف اسمه، او يمكن تكون عارفه، مش عايز اعمم يعني. بس كده، كان معاكم مصطفى صاحب المغامرة. اعمل لايك ومتابعة، ولو زعلت مني ايه، اكيد يعني مش هقولها يعني، لا هقولها عادي برضه. الحلو النبي تبسم للنبي، للنبي تبسم، للنبي تبسم. رمضان يا رمضان، نهار اسود، ده كويس مفيش حد معانا. انت هتخرج من وقارك ولا ايه؟